تمام. احنا برنامج مسابقات، تحبي تشاركي معانا؟ مبدئيا كده النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ 6 اكتوبر. برافو عليكي، مبروك كسبتي معانا. تعالي بقى كده على جنب. بتشتغلي ايه؟ بشتغل في بيت. بتشتغلي في بيت؟ اه. وايه الحاجات اللي معاكي دي معايا ازايز وكنز وحاجات زي كده يعني. لو في قدام مني حاجات زي كده او ما عنديش شغل بنزل المها. في عندي شغل كوافير او كلام او بيت بنزل، لان معايا عيال. مش فاهمه واحده، يعني انت كوافيره؟ انا اصلا كوافيره. كوافيره ومتعلمه الحمد لله. متعلمه معاكي ايه؟ معايا معهد تعالي كده على جنب. معاكي معهد ايه؟ تجاره. معهد تجاره؟ اه. ده ابنك؟ اه ده ابني. اسمك ايه؟ محمد. تعالى كده بص للكاميرا. اسمك ايه؟ محمد. عندك كام سنه؟ عندي 7 سنين. ان شاء الله ربنا يخليه لك. الله يخليك. قولي لي بقى، انت اللي هو بيقولوا بالبلدي كده 7 صنايع، كوافيره وبتساعدي في شغل البيوت وبتلمي يعني ازايز وكده الحمد لله. جوزك فين؟ لا جوزي سايبني وماشي مع واحده وعايش معاها يعتبر، مش بيرضى يصرف علينا ولا اي حاجه. بالراحه واحده واحده كده عشان افهم، يعني انت لسه على ذمته. معاكي كام عيل الاول؟ انا معايا عيلين. معاكي عيلين، سايبك انت وعيالك ويعرف حد تاني؟ اه. هي قبل ما نتجوز كان داخل لبابايا على ان الست دي والدته وامه. بعد ما اتجوزت طبعا ما طلعتش والدته ولا امه ولا اي حاجه ولا قريبته اساسا، وعايش معاها. كنت قاعده معاه. يعني ثواني كده، يعني الست دي جت معاه وهو بيتقدم لك؟ ده ايه ده بقى يعني؟ ده ايه؟ لا لان هي والدته وان ولادها اخواته وكده، وهي طلع اصلا ملهاش اصلا علاقه بيه. هي قاعده معاه وبتقول ان انا واخداه من امي من امه. هم كانوا 13 اخ وانا اخدته من امه وبصرف عليه وبعمله، لكن الحقيقه هو اللي بيشتغل وهو اللي بيصرف وهو اللي بيعمل لها كل حاجه. هي ما بتخليهوش يعني اصلا يصرف علينا. هو عايش معاها زي امه ولا عايش ايه؟ مش فاهمه، عايزه افهم. والله انا نفسي انا هكدب على الله واقول لك ان انا فاهمه. انا لحد دلوقتي انا ما بقتش فاهمه حاجه. هو عايش قدام الناس امي، اللي تقول له انا كنت متجوزه باباه واتبنيته، واللي تقول لهم انا امه، واللي يعني مش عارفه لها اي حاجه. هي منعه اصلا حتى ان احنا نعيش كويسين. منعه الشقه اللي انا قاعده فيها ان هو يقعد فيها. طب ليه وهي جت معاه من الاول تتقدم لك؟ هي جايه من الاول عشان تتقدم، عايزين خدامه. هم عارفين ان انا كنت في الاول بشتغل في بيت، وهم اللي علموني مهنه الكوافير وبقيت اشتغل معاهم فيها. بقيت يعني انا اشتغل في البيت، اروق ليها ولولادها وللكل، وعلى طول في مشاكل وعلى طول في خناق. من غير ما اعمل اي حاجه الاقي جوزي بيضربني وبيبهدلني. مجرد ما بتتصل بيه بالتليفون تشتكي مني يبقى لازم يدخل من بره يضربني. سبت البيت سنين وقعدت بقيت اقعد عند اهلي. محمد يعتبر من يوم ما ولدت محمد وانا قاعده عند اهلي بشتغل وبصرف على نفسي وعلى عيالي. لما اقول له على فلوس يقول لي المفروض ان انت طول ما انت بره البيت انا مش هديكي، ولما ابقى جوه في البيت برضه ما فيش فلوس. كل حاجه هي مصاريف يعني هي اللي ماشيه. مصاريف لشقتي ما فيش، اكل وشرب واي حاجه تبقى عندها هي. ان انا امسك فلوس في ايدي لا، ان انا اخد حاجه لا. برغم ان انت يعني حد متعلم وحد ابن ناس. هو مش متعلم، يعني مش هقول لحضرتك هو متعلم، هو مش متعلم، بس يعني صنايعي وبتاع شغل. مش بيشرب، مش هقول يعني ان هو بيشرب ولا وحش ولا الكلام ده. ومن غيرها حنين جدا وكويس وكل حاجه ومحترم. طول ما هي موجوده لازم. انت ايه خلافك ما بينك وما بينها؟ ممكن تكوني انت مقصره في حاجه ومش واخده بالك. خلافي يعني معلش، هي مش والدتي ومش امه ومش اي حاجه. في الاول كنت عشان اراضيه كنت بخدمها وبخدم بناتها وبعمل كل حاجه. لقيت نفسي بتضرب وبتبهدل، واولادي بيستنوا اللبس من فضلا من عيالها. طب انا جوزي اللي شغال وجايب وعياله ما يلبسوش زي الناس ولا يتعلموا ولا يبقوا بني ادمين كويسين عشان انا اقعد في شقه كويسه ومفروشه اقعد خدامه عندها؟ لا طبعا، بس انا مش فاهمه برضو هو ايه اللي جبره على كده؟ الله اعلم. في سر بينهم وبين بعض، في سر، في حاجه كبيره تقول ان البني ادمين دول ان عايشين في سقف واحد بتشتمه وبتبهدله وبتضربه وبتعمل حاجات ما تتخيلهاش. ايه الجميل اللي هي ربته يعني ولا ايه؟ ما فيش شيء جميل يخلي بني ادم ما يشوفش بيته وعياله. لو امي، انا مفيش اعز من امي عندي ومن ابويا، هصرف عليهم واديهم عينيا، ما عنديش مشكله حتى لو وحشين فيا، بس مش هقدر ان انا اسيب عيالي ولا اسيبهم لحد وما اصرفش عليهم. يعني هو يعني عياله في ابدا منهم. انا خامس واحده يتجوزها عشان العيال دي. هو عنده 67 سنه مش صغير، يعني المفروض ان عياله دي اهم حاجه. خامس واحده ازاي؟ اللي هو يعني كان نفسه يخلف؟
هو على كلامه هو في الاول يقول لك كان نفسي اخلف، واحده كانت ماشيها مش كويس، واحده بيقول لك ان هي اتطلقت عشان كانت عايزه تشتغل، واحده اهلها جم خدوها. واللي انا عشته يعني كلامه هو الناس دي مش كويسه، اللي انا عشته اقول هو اللي مش كويس، مش الناس اللي مش كويسه. محدش هيقدر يعيش في الوضع اللي المتعاش فيه، استحاله. عامة ربنا معاكي وبصراحة يعني أنا مش عارفة، أكيد الطرف التاني لو شافنا ليه حق الرد. المهم في النهاية أنت موافقة اللي ده يتذاع؟ موافقه طبعا، موافقه طبعا، ورساله ليها يعني لو هي عندها بنات، وعندها بنات 5 منهم واحده متوفيه، لو هي تتمنى لبناتها اللي هي بتعمله فيا، انا بقولها قدام الناس كلها، لو هي راضيه اللي هي بتعمله فيا براحتها قدام ربنا، احنا هنتقابل احنا الاثنين، لا هي لوحديها ولا انا لوحديها. حسبي الله ونعم الوكيل في بس. كل ظالم. يلا بقى نقول للكاميرا باي باي. شكرا.